سقط حكم بشار الابن بعد 24 عاما. سأتكلم العامية فلا أدري هل يستحق الفصحى حتى. فعليا سقط حكم بشار الابن بالنسبة لي بعد 13 سنة. 13 سنة من حرب دمرت البلاد والعباد، أكلت كل شي، ما ضل بالبلد شي، لا مصاري، لا شغل، لا راحة، لا سلام. شباب البلد نصها ماتت، المستقبل صار للكل مجهول. والمهم انه يبقى الاسد بالسلطة، يلي كانت بالنسبة له حلم وتجسيد واقعي انه هي الامان والضمان لحتى الطوائف تعيش بسلام بسوريا. بعد اكبر عملية اختراق للشعب قام بها بشار الاسد، اكتشفت الطوائف انه بشار الاسد كان عبارة عن خدعة كبيرة. ضحك على الطوائف، ضحك على الشعب السوري، اوهمهم باشياء غير موجودة. ابتدع، قدر يخترق شعب بأكمله، أو يمكن مو شعب بأكمله، قدر يخترق الشعب الموجود ضمن مناطق حكمه. في اليوم اللي سقطت فيه حلب تعامل الثوار مع المسيحيين معاملة جدا جيدة، خلتنا بالبداية ننصدم وما نصدق انه هي اخلاق الثوار. يلي صار بعدين مع الامتداد انه الثوار تعاملوا مع جميع طوائف المجتمع السوري بكل سلام، ما حسسونا ابدا انه هدول ما بينتموا لسوريا، لا كنا كلياتنا بننتمي لسوريا، سوريا اللي بتجمعنا. ومن دون احكي مع عائلة الاسد. عائلة الاسد يلي على ما اعتقد سرقت من اموال سوريا ما يقارب يخليها تعيش 4 حيوات على اكمل وجه وكما ينبغي كمليونير. اقبح ما عمله بشار الاسد انه لم يقدم اعتذار حقيقي للشعب السوري. سقطت دمشق، ركب طائرته، حمل حاله وهرب على موسكو. كان حق على الشعب السوري وخصوصا الناس اللي حاربت كرمالك، الناس يلي قدمت وضحت، الناس يلي كانت مفكرة انك انت الحق، انك تعطيهم بيان واضح، اعتذار صريح. اي كذبة، اي منطق حقيقي غير حقيقي، انك تقول انك انت تعتذر عن الذي حصل، كان فوق طاقتك، بلا بلا بلا، ايا كان، بس ما تترك شعب للمجهول. سوريا بلشت مرحلة جديدة، إن شاء الله هي المرحلة تكون مرحلة سلام تشمل الكل، إن شاء الله ما يكون في حرب جاي، إن شاء الله ما يكون في مشاكل بين أطياف المجتمع السوري، إن شاء الله نبني دولة مدنية بتستاهلنا وبنستاهلها، دولة بتحترم حقوق الجميع، سواء شو ما كانت توجهاتهم الدينية، السياسية، العرقية، الاجتماعية، الفكرية. بدنا بلد بتحتوينا، بلد بنفتخر إنه نحن إلها. وأهم شيء، لا تمجد الشخص الواحد مرة أخرى، ما عاد يهمنا الشخص، يا سوريا يا لا أحد. صار اسمها سوريا الحرة، مو سوريا الأسد، ولا تقبل أن يقترن اسمها بأي شخص بعد الآن.